اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل ايه؟ حاجه بسيطه كده. وانا هي مش هنفرزن حاجات، بس هجهز كام حاجه من الفراخ، بحيث ان انا برجع من الشغل متاخر فتكون الحاجه جاهزه معايا واطلع واعملها على طول. هنعمل كذا حاجه، اللي هي ايه؟ هعمل النهارده بانيه. انا مقطع البانيه، متقطع جاهز اهو. والحاجات اللي انا طلعتها زي ما قلت لكم بطلعها من الصدور من هنا، اللي هي الموزه دي زي ما انتم شايفين هعملها ستريبس. والفراخ دي هقطع منها، هعمل صينيه بطاطس دلوقتي وهعملها معاكم. والباقي هعمله بصوص كده جميل وظريف ولذيذ ومش هياخد مننا وقت. ادى الحاجات اللي احنا هنعملها النهارده. نسمي الله ونصلي على رسول الله كده، وتعالوا بقى بينا. اول حاجه اعملها هنعمل التتبيله بتاعه الايه الستريبس، عشان هيحتاج ان هو يقعد معايا شويه. نشيل الصينيه دي زي ما انتم شايفين كده، نحطها في جنب، ونبتدي بقى نشتغل واحده واحده. نقرب بس هنا شويه كده. اول حاجه هحط شويه خل. ماشي. الخل ده هنستخدمه في كذا حاجه. ماشي. وهنحط توم باودر وبصل باودر وهحط شويه كمون. ماشي. وهحط فلفل اسود وهنحط شويه كركم. الكركم ده بيديه شكل ويعني حلو قوي وطعم كمان. وهحط شويه بهارات فراخ. وهحط معلقه مرقه دجاج باودر. مش عارفه انا بطول ليه على فكره، مش عارفه. وهحط شويه ملح، وهراعي ان انا حاطه ايه؟ مرقه الدجاج. تمام. كل الحاجات دي هنستخدمها. وهنزل بقى هنا شويه دبس رمان صغيرين كده، وشويه صويا صوص. تمام. وهنزل بقى برشه حبهان مطحون. ودي كلها المكونات اللي انا هستخدمها في تتبيله الفراخ بتاعتنا اهو. تتبيله بسيطه وسهله خالص خالص اهو، مش محتاج ان انا احط عليها حاجه نهائي. وابتدي انزل بقى بالقطع بتاعه الستريبس كده اهو، وهقلبها بقى مع بعض واركنها على جنب. كل ده انا هعمله النهارده، بس هركنها شويه، يعني اقل حاجه ساعه كده ولا بتاع لما ابتدي اشتغل فيها. تمام كده حبايبي، كده اهو. شايفين التتبيله بتاعتها ريحتها حلوه قوي قوي قوي. تمام كده انا خلاص خلصت الاستريبس. تمام كده حبايبي، انا هقطع بقى قطع اعمل بيها صينيه الايه الفراخ البطاطس. انا اغلب اكلي بالفراخ، لان انا عندي مجموعه ما بياكلوش اللحمه نهائي. تمام. فاغلب او معظم اكلي بعمله بالفراخ. هقطع على قد الايه الصينيه كده حبايبي، ونزود كمان حتتين اهو. دي اللي احنا هناخدها، هحطها برده في طبق لوحديها لحد ما اخلص الايه التتبيل كله. وبعد كده هنبتدي نعمل مع بعض صينيه الايه البطاطس، وهنعمل معاها شويه رز بشعريه كده حلوين. ده الايه اللي انا هعمل بيها الفراخ. نشيل اكمل بقى التقطيع. الفراخ دي هعملها بصوص رفيعه كده وصغيره، قطع صغيره. هعملها بصوص برده حلو كده. تمام. هي مش هتبقى يعني مش عارفه، هي تبقى فراخ بالصوص حلو كده. ناكلها مع مكرونه، ناكلها مع عيش، نحطها في سندوتشات، يعني ايا كان الاستخدام بتاعها. تمام. اعمل لها التتبيله برضو بتاعتها معاكم. هتبقى تتبيله قريبه من تتبيله الاستريبس، بس هنزود عليها حاجه هقول لكم عليها دلوقتي. تمام. اخلص تقطيع. هنا حبايبي هعمل بقى التتبيله بتاعه الايه الفراخ. تمام. هاخد بقى شويه بصل
ماشي. وهحط عليهم نفس المكونات اللي احنا حطيناها على الستريبس تقريبا، يعني بتبقى نفس الايه التتبيله. هحط بصل باودر، وهحط توم باودر، وهحط شويه حبهان باودر، وهحط شويه كمون، من كل حاجه نص معلقه صغيره يعني مش حاجات كتيره، وهحط معلقه فلفل اسود، وبرضه هحط بهارات فراخ. تمام. وهحط بقى معلقه ملح، ومش هكتر الملح برضه عشان زي ما قلنا هحط مرقه دجاج اهو، هحط شويه ملح عشان ما تبقاش حادقه قوي، وهحط شويه مرقه دجاج باودر بتعزز الطعم عندي وبتخلي الطعم جميل بصراحه يعني. تمام. وهبتدي احط شويه بقى دبس رمان حلو، شويه كتار بقى مش زي الستريبس، وشويه صويا صوص برضو نفس الموضوع اهو. تمام كده. التتبيله هحط شويه خل، وهحط معلقه بابريكا، معلقه حلوه كده بابريكا، ولو بابريكا مدخنه بتبقى احلى عشان بتدي طعم جميل. هحط شويه كاري. تمام. دي كل التتبيله اللي انا هعملها لتتبيله الفراخ بالبصل بصوص جميل كده اهو. دي التتبيله الريحه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. تمام. انزل بقى بالفراخ بتاعتي. ايه ده الدقيق ده ايه اللي جابه؟ ده بتاع الستريبس مش وقتك دلوقتي. هنزل بقى بالفراخ زي ما انتم شايفين اهو كده حبايبي، وهقلبها كويس قوي، وهسيبها في التتبيله. ودي من الحاجات اللي هي ما بتحتاجش ان انا اتبلها وقت طويل. ليه؟ لان هي على البوتاجاز بتتشرب الصوص ده كله وبتتشرب الحاجات اللي فيها دي كلها، فانا مش محتاجه ان هي تقعد وقت طويل لان هي هتشرب التتبيله. يعني هنحط عليها التتبيله كلها دي. احط بقى شويه ايه زيت على زيت زيتون على التتبيله، شويه زيت زيتون ماشي برضه. وكده خلاص تبلنا الفراخ بالتتبيله الروعه بتاعتنا دي. تمام. دي حبايه فلفل اسود، السودا دي العين السودا دي فلفل اسود. كده خلاص خلصنا اهو. دي التتبيله دي كمان، وهركنها على جنب. ليه؟ هنكمل بقى البانيه، وهعمل معاكم دي يعني هاخدها تشويحتين دلوقتي، وبحطها في علب وبحطها في التلاجة بتبقى جاهزه. ارجع اعمل جنبها شويه مكرونه، احطها في سندوتشات، اعمل معاها شويه بطاطس محمره ونعمل سندوتشات سوري، اي حاجه يعني مش هتاخد مننا وقت في التحضير وبتكون جاهزه معانا. حبايب قلبي يلا بقى بينا نتبل الفراخ. انا حطيت هنا بصل مفروم، مش ميه بصل، لا انا بحط بصل على بعضيه، وهحط ملح، وهحط برده مرقه دجاج بودر. في التتبيلات بتبقى حلوه. تمام. وهحط فلفل اسود، معلقه فلفل اسود، وهحط حبهان بودر مش كتير، رشه بسيطه كده يعني، وهحط توم بودر. تمام. دي التتبيله بتاعه الفراخ مع معلقه قرفه كده، معلقه قرفه بتودي طعم البانيه في حته تانية خالص. تمام. وهبتدي بقى احط البيض. انا مش بكتر البيض قوي، يعني انا مثلا نص كيلو ممكن بحط له بيضه واحده، ولكن هنا عشان تقريبا البانيه حوالي كيلو ونص، فهحط 3 بيضات او 4 بيضات. هتحطيه في قلب التتبيله كده؟ ايوه بحطه في قلب التتبيله. تمام. اسهل طريقه ممكن تعملي بيها البانيه. تمام. عملت الخلطه دي كده، وابتدي بقى احط عليها ايه بقى التركايه اللي بتخلي البانيه الكفر بتاعه يثبت عليه. هحط عليه معلقتين دقيق. هحط على الخلطه دي معلقتين دقيق كده. بس اقلب الخلطه دي الاول كده اهو عشان البيض يتجانس مع الخليط بتاعي اهو. وابتدي هحط 3 معالق دقيق على الخليط بتاعنا ده اهو، وابتدي اقلب بقى الخليط كويس. هنجيب المضرب احسن. تشيل دي دلوقتي. وليه المضرب؟ عشان انا مش عايزه اي تكتلات
قلب الايه الخليط بتاعي. حط شويه خل عشان يمشي الخليط ده كويس، وبيساعد في الايه ان التتبيله برضو تتشرب بسرعه. طبعا انا عايزه لون البانيه بتاعي يبقى جميل كده واصفر وحلو، هحط بقى معلقه ايه كركم، برضو نفس الموضوع، عشان الحاجات اللي في التحمير دي بتبقى محتاجه ان لونها يبقى ذهبي كده وحلو. انا عشان التتبيله اقدر اتحكم فيها فهنشوف، هلبس جلافز بقى وبايدينا كده يا حبايبي. هحط قطع البانيه كده، وطبعا التتبيله كل ما قعدت شويه بالنسبه للبانيه كل ما كانت احسن. هبتدي بقى اقلب بقى الخليط ده كده كده مع نفسه بقى، يعني ايه لازم يتشرب جامد قوي. عشان كده قلت لكم مش هينفع اقلب بالايه بالمعلقه، لا هقلبه كله كده بالايه بايديا، عشان انا عايزاه كله ايه يتشرب من التتبيله دي. هركنه برده على جنب لحد ما نشوف هنعمل ايه بقى في الايه يعني في اخره. يعني كده خلاص انا خلصت. انا عملت تتبيله الفراخ اللي هي بالصوص بتاع دبس الرمان والبصل، وعملت الاستريبس، وعملنا البانيه. التتبيلات دي هحطها بقى على جنب، وهنشوف اعمل ايه الاول. نخلي البطاطس والفراخ للاخر يعني. حبايبي عندي هنا بقى بقسماط على فيجيتار، تمام، البقسماط على الفيجيتار. نبتدي بقى نعمل البانيه بتاعنا، و حابه تقسميه تحطيه في اطباق على قد الوجبه ماشي، مش حابه برضو اعمليه على بعضه براحتك، حابه تعمليه في اكياس برضو مفيش ادنى مشكله. فاحنا دلوقتي هنعمل البانيه وهنشوف هنعمله ازاي. طبعا انا عامله التتبيله بتاعته عليها كفر كده او عليها دقيق عشان يخلي الكفر بتاعه متماسك وما ينزلش من على قطعه البانيه. طبعا انا هحمر منه قطعتين مع الاكل النهارده، والباقي هنفرزنه وهنعينه. تمام، عندي قطعه البانيه بحلها كده بالتتبيله اللي عليها، وابتدي اعملها في الدقيق والفيجيتار، البقسماط والفيجيتار زي ما انتم شايفين. دي حته بصل احطها على جنب كده اهو كده يا حبيبي. نعمل قطعه كمان بنفس التتبيله، مش هنفض من التتبيله ولا حاجه، مش هنفضه من التتبيله بتاعته خالص، هعمله بنفس الايه التتبيله كده. تمام، اخر قطعه نعملها اهو. ارص بقى وهشوف القطعه اللي احنا هنحمرها النهارده ماشي اهو، نقدمها مع الاكل ايه بتاعنا ان شاء الله رب العالمين. اخلص الكميه كلها كده حبايبي. خلاص احنا خلصنا البانيه بتاعنا اهو. هشيل منه شويه عشان اعمله مع الاكل دلوقتي مع صينيه البطاطس والرز، وهبتدي احط في كل طبق ال ال الكميه اللي انا عاوزاها زي ما انت حابه. تحطي حطي، عايزه تحطي 3 قطع 4 قطع، انت حره زي ما انت حابه تحطي حطي. هحط كله في اطباق وارجع لكم تاني. كده انا شلت ده عشان هنعمله على الغدا النهارده، عشان يعني خطيب بنتي عندي، فهنعمل ايه ده مع الاكل. تمام، طبعا انا اخر الشهر وما عنديش استرتش ولا عندي فويل، فهنقف؟ لا مش هنقف طبعا. اجيب اكياس التلاجة واروح لفه فيها الحاجه، اروح مدخله الطبق كده في قلبها اهو، يعني مش هنقف على حاجه. وكده احنا خلصنا البانيه. هنعمل مع بعض برضو الايه الستريبس والفراخ اللي بالصوص، وخليكم معايا. خلاص ده كده هنحطه في الفريزر. خلاص كل حاجه اعملها واخلصها احطها فين في الفريزر، وبعد كده بقى نعمل الحاجه اللي بعدها. كده خلاص خلصناه، وخليكم معايا. هعمل بقى البطاطس والرز اللي احنا هناكله النهارده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كده انا جبت هنا شويه ميه، وهبتدي بقى اعمل الفراخ بتاعتي اهو. شايفين الستريبس اهو، هحطه هنا في الدقيق الاول. اقرب لكم هنا كده كده، وهحطه في الميه
اهو، وهحطه في الميه. اخد كام قطعه بكام قطعه كده اهو. ده فلفل اسود كده يا حبايبي اهو، وهحطه هنا في الميه وارجع اخده تاني في قلب الايه الدقيق. كام واحده بكام واحده كده اهو، وابتدي بقى اضغطه كام ضغطه كده عشان اكون الكفر عليه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. ادعكوا كام مره كده مع بعضه اهو كده يا حبايبي كده اهو كده. خلاص اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه. انا عايزه فيه اهو يبقى بالشكل ده اهو. هخلص بقى كله، الكميه كلها زي ما قلنا. نحط كام واحده هنا في قلب الميه وهرجع احطها في الدقيق. عايزه تعملي كام مره اعملي، عايزه تعملي من اول مره اعملي اهو كده. سهل ومش هياخد مننا وقت خالص اهو. حطه على جنب. المره اللي فاتت نسيت احط في الدقيق الاول، لا هحط في الدقيق الاول كده اهو. اغلفه وارجع احطه في الميه اهو، وارجع اخده من الميه احطه هنا فين في الدقيق. انا جايبه حاجه غويطه عشان اعرف اتحكم في التغليف بتاع الايه القطعه. تمام كده يا حبايبي اهو. شايفين بيبقى بالمنظر ده اهو. احطه هنا كده وهخلص الكميه كلها وهنشوف عملناه وخلصناه. مخدش مننا وقت اهو. انزل بالميه اهو واطلع من الميه على الدقيق وهكذا لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. تمام حبايبي. نجيب بقى الطباق بتاعتنا اللي هنغلف فيها وهنحطه بقى في كام طبق بحيث ان انا راجعه من بره مستعجله. اطلع الطبق يا دوب يفك شويه صغيرين وابتدي احمر فيه كده حبايبي. بقى هطلع احط على قد ما انا ايه هحمر زي ما قلت لكم. احط ب4 قطع، احط 5 قطع زي ما انتوا ايه عايزين تحطوا، مفيش ايه مشكله. تمام. وابتدي اخلص الطباق كلها. طبعا ده التجهيزات ديت بتوفر معاكي وقت وبتوفر معاكي كل حاجه. يعني انا لما اعمل يومين ورا بعض عندي الحاجه بتاعتي جاهزه، طبعا بيبقى اسهل بالنسبه ليا. كده خلاص حبايبي عملت ال3 طباق اهو. كده خلاص حبايبي. الفراخ يا حبايبي اللي احنا عملناها اهو بالصوص زي ما انتوا شايفين. جنبها بقى شويه مكرونه، جنبها سندوتشات، جنبها اي حاجه. دي هحطها في اكياس عشان دي مش محتاجه ان انا احطها في اطباق. وزي ما قلت لكم احنا اخر الشهر وما عنديش حاجات التغليف مش متوفره، فهبتدي احطها في اكياس كده. كل كيس على قد الايه الوجبه برضو نفس الموضوع، واحطهم في كيس وكده. يبقى احنا خلصنا الوصفات اللي معانا كلها. وهحطها برضو في الفريزر. اربط الكيس كده ويبقى ده على قد الوجبه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل كيس تاني اهو. احط الفراخ كده بالصوص. دي بتبقى مع المكرونه المحمره جميله جميله جميله. تمام زي ما قلت لكم الكيس على قد الايه الاكل. وبكده حبايب قلبي يبقى احنا عملنا كام وصفه. الكام وصفه دول هينفعوا معايا. وانا دي طبعا ممكن اعملها النهارده معاها شويه مكرونه محمره. وكده عملت كام وصفه معايا. الفراخ وعملت البانيه وعملت الستريبس وعملنا الفراخ اللي هي دي. كده انجزت شويه حاجات يكفوا معايا الوقت وينجزوا معايا الوقت لو انا راجعه مستعجله. لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس حبايب عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم على خير.